اوعي تكوني لسه لغايه دلوقتي بتسلقي صدور الفراخ في الميه او حتى بتقليها في الزيت. النهارده هنعملها بطريقه جديده، بدون ما نسلقها ولا حتى نقليها، وكمان بدون ما نفرمها. انا عارفه ان انت الطريقه دي لاول مره تشوفيها، بس تعالي بقى شوفي الجديد واحكمي انت بنفسك. في الاول معايا نص صدر فرخه خليته زي ما انتوا شايفين، وطبعا الجزء بتاع العظم ده هنعمل بيه اكله دلوقتي هتشوفوها. اما جزء البانيه فببدا ان انا اقطعه لشرايح تكون ناعمه رفيعه بالشكل ده، وبعدين باخد كل شريحه وبقطعها بشكل طولي لغايه ما تبقى معانا بالطريقه دي، واسيبها على جنب بدون اي اضافات. حبتين اتنين بقى من البصل، وهبدا ان انا اقطع البصل بتاعي لجوانح بس تكون رفيعه. كمان هحتاج لقطعه من الفلفل الاحمر لو متوفر عندكم، وقرنين اتنين من الفلفل الرومي بسيبهم كمان على جنب. هحتاج لحبه بطاطس واحده هقشرها، وهبدا ان انا اقطعها بالسلاح اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. ممكن تستخدمي السكينه العاديه عادي، بس انا بقى حبيت ان انا اكمل الاكله كلها زي بتاعه المطاعم. سبت كمان البطاطس بتاعتي على جنب بعد ما ضفت عليها كده ميه وملح. وكمان هحتاج له نص كوبايه من الميه عاديه خالص من الحنفيه، عليها معلقه من السكر ورشه من الملح. قلبتهم مع بعض كويس جدا. ودلوقتي بقى هندخل 3 كوبايات من الدقيق، وطبعا ممكن تزودي كميه الدقيق دي او تقلليها على حسب بقى عدد افراد اسرتك. هنبدا نعجن في العجينه، والعجينه دي يا جماعه ميه ومعلقه السكر ورشه الملح وخلاص، ولا زيت ولا خميره ولا اي حاجه. هكملها عجن لمده دقيقتين اتنين بس. انا بحب اعجن العجينه بتاعتي على الرخامه كده عشان تطلع معايا ناعمه، او كمليها في الطبق زي ما تحبي. بصوا بقى معايا هنا طبق وفي معلقه واحده من الزيت، وهبدا ان انا اقسم. اللهم بارك، هم عملوا معايا 5 وحجمهم كبير. ممكن كمان يعملوا معاكي 7 لو انت عاوزه تعملوهم حجم صغير. كمان غلفت كده العجينه بتاعتي بالزيت وسبتها عشان ان هي ترتاح. معايا هنا طاسه فيها معلقه من السمنه، وهنزل بقطع الفراخ اللي احنا كنا سايبينها على جنب اصلا ما ضفناش عليها اي اضافات تماما. اول ما الفراخ بتتصدم معايا بالشكل ده وعلى نار تكون عاليه، هنزل بقى هنا بالبصل. اول ما البصل يدبل معايا هنزل كمان بالفلفل. مش بضيف اي حاجه بقى غير التوابل، اللي هو ملح فلفل اسود وكمون وزعتر وكمان كاري ومرق الدجاج. وبعد كده بقى هتبقى الحشوه بقت جاهزه معايا، هسيبها على جنب. كمان على ما حضرت الحشوه كانت كمان العجينه بتاعت اللهم بارك، يعني بصوا زي الملبن زي ما انتوا شايفين، مش محتاجه اي وقت خالص. معايا هنا معلقه من السمنه كده بورق بيها، معلقه واحده بس استخدمتها لكل العجينه اللي قدامكم دي. كمان هنزل بقى بالحشوه بتاعتي، ولو عندك جبنه موتزاريلا او جبنه رومي ضيفي، لو مش عندك خلاص الحشوه وبس. وبقفل عليها بالشكل ده وبتكون جاهزه معانا. بتستوي معانا على طول وبدون فرن، يعني على العين البوتاجاز بتطلع ممتازه اللهم بارك. انا عملت في صينيه المونيا، بس يفضل لو انت عندك طاسه يعني تيفال او اي حاجه مش بتلزق هتكون افضل كمان. ولكن انا عملت في المونيا عشان لو مش عندك تيفال عرفي ان انت هتسويها على عين البوتاجاز في الالمونيا وتطلع تحفه. حمرت كمان البطاطس طالعه دهبي ومقرمشه وتحفه جدا. وادي معانا الفطاير القمر دي. طب بالله عليكم بقى لما نعمل 5 فطاير قمر، الواحده بتتباع ب 65 جنيه، ونعمل ده كله من نص صدر فرخه، مش هستاهل بقى ان انتوا تقولوا لي تسلم ايدك يا لولا وكمان تاخدوا الوصفه دي وتجربوها؟ طيب جربوها. مستنيه تعليقاتكم الحلوه وتجاربكم الجميله، هتطلع معاكم فوق الممتازه واحسن ما انا عملتها كمان. محدش بقى يقول لي ان هي زي الجاهزه يا جماعه، لاني والله اطعم من الجاهزه بكتير. ويكفي بس ده كله بنص صدر فرخه.